النهارده جايبه لكم فكره جديده عن طريقه عمل شنطه زي اللي احنا شايفينها مع بعض دي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فكره جديده حبيت اشاركها معاكم، اتمنى تلاقي اعجابكم وتكملوا معايا الفيديو للنهايه عشان النتيجه بجد مبهره. ولو اول مره تشوفوني، انا تقى بقدم محتوى عن اعاده تدوير والافكار البسيطه. لايك وشير لو عجبكم الفيديو، ويلا بينا نبدا. اول حاجه جبنا الجلد اللي معانا في الفيديو ده، وطبعا الاجزاء اللي هنستخدمها في الفيديو ده كلها حاجات مستخدمه من شنط قديمه كانت موجوده عندنا وفكناها وبنعيد تدويرها. مبدأنا هو اعاده التدوير، ان احنا دايما ما نهلكش اي حاجه وما بنرميش اي حاجه، بس كمان نفكر ان احنا نستخدمها ازاي وبطريقه شيك وعمليه وتكون مفيده لينا او لغيرنا. اول حاجه جبنا الجلد ده وقصيناه عشان هنعمل تصميم شنطه كبيره. الشنطه دي تنفع تكون للاب او لاجهزه الكترونيه زي التاب والتليفونات والحاجات. لو انت مسافره او بتتنقلي من مكان لمكان، الشنطه دي معموله للحاجات زي دي، تبقى مفيدة جدا وعملية، وفي نفس الوقت بتحافظ على الحاجة اللي معاكي. وطبعا من جوه هتبقى متوزعة تستخدمي منها أجزاء كشنطة عادية جدا، وفي نفس الوقت في الشيل بتبقى مريحة ولذيذة وشيك. هنبتدي ان احنا نقفل السوستة، والسوستة برضو كل حاجة يا جماعة استخدمناها فعلا هي اعادة تدوير. السوستة دي كمان كانت جزء من شنطة، حتى البطانات اللي هنستخدمها في الشنطة الكبيرة وفي الشنطة الصغيرة الاتنين جزء من شنطة واحدة، كانوا في نفس الشنطة بالسوسات بتاعتهم. الفيديو ده هنعمل فكرتين، هو الفكرة الأولى اللي هي الشنطة الكبيرة والشنطة الصغيرة. الشنطة الكبيرة هتبقى للحاجات زي ما اتفقنا الإلكترونية، والشنطة الصغيرة هتبقى نفس الغرض بس اللي يشيل شخصي زي التليفون وغرض بسيط معاه أو كده. انا بحاول في الفيديو اقصلكم حاجات كتير، او يعني بحيث ان انا اسهل عليكم الفيديو وان انتوا تكملوه للاخر وتستفادوا من الفكرة، وفي نفس الوقت لان الموضوع مرهق وبياخد وقت طويل بصراحة. الفكرة دي مناسبة لناس كتير لو عندهم مكنة عادية خالص، مش شرط خالص تكون مكنة حديثة. لو اي مكنة عادية ممكن تشتغل الشغل ده بيه. وعلى فكرة لو حد عنده صبر ممكن يعمل ده كله على ايديه بكل سهولة، وهتطلع بفينش جميل جدا. الموضوع مش بيحتاج خياطة جيدة قد ما بيحتاج ان انت تتبعي التصميم والخطوات خطوة بخطوة عشان تقدري ان انت تلمي بالفكرة كلها. في الجزء ده عملت التانية بتاعت أرضية الشنطة. التانية بتاعت أرضية الشنطة هنا معمولة بكل سهولة. أنا بعمل أفكار كتير جدا من الشنط، بس الشنطة دي معمولة بطريقة سلسة وبسيطة جدا، ما فيهاش يعني فنيات كتير. الموضوع سلس وبسيط جدا ممكن اي حد ينفذه. ارضية الشنطة هنا تانينا الجزء الاخير ده 7 كده بسيطة في نهاية كل قاعدة، وطبعا بتبقى محددة الجزء بتاع القاعدة من هنا ومن هنا بحيث ان الاتنين يطلعوا قصاد بعض بشكل وفينش مظبوط. ودي كان شكل القاعدة هو من المثلث اللي انا عملته. بيبقى بسيط جدا، العرض بتاعها بسيط جدا بحيث ان انت لو لاب صغير او ايباد، اي اجهزة الكترونية معاكي ممكن تحطيها كلها في شنطة واحدة وتبقى بشكل منمق وجميل. ولو انت ليكي اغراض تانية هتستخدم معاها. بعمل افكار كتيرة جدا من الشنط دي، ان شاء الله هشاركها قريب معاكم. بتمنى ان انتوا تكونوا متفاعلين معايا على القناة اكتر عشان القناة تفضل مكملة معاكم. واكيد ما بطلبش منكم اللايك ده الا بجد عشان ده بيفرق جدا في المحتوى وان هو ينتشر ونقدر نكمل مع حضراتكم. الجزء ده طبعا مهم جدا، جزء ردة السوستة ده. الجزء ده ممكن انت مثلا لو انت بتعملي الشغل ده على ايدك او على مكنه عاديه جدا وحابه يكون الفينش افضل فينش، ممكن ده في النهايه خالص بعد ما تكوني عملتي كل الخطوات. احنا يعني انا بص قفلت معاكم الشنطه اهي، قفلتها كلها بحيث ان انتوا تشوفوا قد ايه الموضوع سهل. ما عملتش اي تفاصيل من جوه،
عملت التفاصيل كلها بعد ما قفلت الشنطه خالص. ان احنا يا دوبك ركبنا السوسته وقفلنا الجنب، خلاص الشنطه بقت تمام معايا، يبقى معايا شنطه حرفيا. فده حبيت ان انا اعمله الاول عشان ابين لكم سهوله الموضوع. بس الفكره ان انت تاخدي الخطوه. في نفس الوقت هنا ممكن تقولي لي الجلد عادي جدا يا جماعه. الجلد لو مش متوفر بالنسبه لكم، اي حاجه موجوده عندكم قماش ينفع ان انت تكوني بيه الحاجه دي هيبقى مفيد جدا. او لو انت عندك جلد مثلا شبيه بده، او جلد برضو فكاه من الشنطة زي ده كل ده هيبقى معاكي تمام جدا وهينفع. طبعا قطعت معاكم الجزء بتاع لو انت هتحتاجي تقفلي الفينش بتاع الشنطة من عند السوستة. وزي ما انا قلت لكم انتوا ممكن تعملي كل التفاصيل زي ما احنا ماشيين كده عادي، بس تودي الحاجات البسيطة الفينش البسيط في الاخر ده لحد ما عنده مكنة مثلا، يقوم جاي مقفلك الفينش البسيط ده في الاخر بكل سهولة. وهيبقى انت في الحالة دي قدرتي تمسكي العصاية من النص. الجزء هنا ده طبعا بتمنى تكون واضح بالنسبة لكم. الجزء هنا ان انا بركب الجزء اللي هيتركب فيه اليد بتاع الشنطة. زي ما انتوا شفتوا معايا احنا هنا واحنا بنقفل الشنطة سيبنا الجزء اللي هي جزء قاعدة البطانة بتاع الشنطة، ما قفلناهوش كامل، سيبناه مفتوح كله بحيث ان احنا نقدر نشتغل الشغل زي ما انتوا شايفين كده براحتنا خالص. نركب الاكسسوارز اللي احنا عايزينها، التفاصيل بتاعتنا كلها تبقى معانا، وفي نفس الوقت نعمل الجزء بتاع اليد بتاع الشنطة. بعد كده زي ما انتوا شايفين هنعمل لا اما يد من نفس الخامة، بس ده انا ما حبستوش في الشنطه دي بصراحه. لا اما هنعمل انا بجيب من مستلزمات الخياطه برضو بجيب اللي هو في جزء بيبقى يد بتاع شنط كده، بيبقى منه ابيض واحمر واصفر وكل الالوان واسود وكل حاجه. فانا كنت عاملاه قبل كده معاكم في شنطه عامله يد سودا كده، فانا حبيت ان انا استخدمها على الشنطه دي. يمكن مش باين في تفاصيل اللون بتاع الشنطه ان هي فيها اسود، بس هو كان الالية اكتر من اني اعمل من نفس يد الشنطة. بس انا دايما في شغلي بعمل من نفس خامة الشنطة اليد، بس هنا حبيت اغير شوية. فعشان كده انا يعتبر ما عملتش معاكم يد في دي عشان خاطر الجزء بتاع ان انا استخدمت اليد اللي موجودة عندي هنا. بالنسبة للجزء ده بتاع طبعا الاكسسوارز البسيطة اللي احنا متعودين عليها، فكينا طبعا الجزء ده وعملنا زيه بالظبط من الجلد بتاعنا عشان يبقى كله متكامل زي ما اتفقنا. كل الحاجات دي يا جماعة صدقوني تقدر تعمليها فعلا على ايدك من غير اي شغل خالص ولا تعب، ولا انك تكوني شايفة ان المكنة هي اللي مسهلة ده، لا خالص. على فكرة الشنط الجلد الطبيعي اصلا بيعملوها على ايديهم خطوة بخطوة غرزة بغرزة. ولو وصلت معايا بالفيديو لحد هنا بتمنى يكون عجبك الفيديو وتستفادي منه وتشاركيه مع اصحابك. ويا ريت تتابعوني على صفحاتي على السوشيال ميديا، على يوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى التيك توك، وهسيب لكم اللينك في صندوق الوصف، وهسيب لكم لينك الفيديوهات بتاعت الشنط اللي انا عاملاها معاكم قبل كده. وان شاء الله كل الافكار اللي انا بعملها في الشنط بعد كده هصورها وانزلها معاكم على الصفحه بحيث ان انت تستفادي من كل فكره. وهحاول ان انا اقدر اشوف برضو الجلد ده ممكن بالنسبة لأي حد ممكن بيلاقيه فين بالنسبة لمكان كل واحد، ولو تقدري توصلي له وتنفذي من نفس الأفكار هتستفيدي منه كتير. لأني بصراحة بعمل منه أفكار مفيدة لست البيت كتيرة جدا. بعمل منه الشنط اللي انتي بتسافري بيها، وبعمل منه الشنط اللي هي بتاعت طلبات بتاعت لو انتي مثلا نازلة تجيبي طلبات، تبقى متينة جدا وجميلة جدا بصراحة في الاستخدام. وبعمل منه الشنط بتاعت لو معاها بيبي بشنطة بتبقى بيد كده كلها منها فيها، برضو بتبقى بتستخدم لمستلزمات البيبي، برضو بتبقى جميلة جدا وفي الشغل وعملية جميلة وجميلة جدا بالنسبة للأم. وفي نفس الوقت عمرها طويل، بتستحمل بتشيل كميات. فهو بصراحة من الحاجات الجميلة جدا ان انا اشتغلت فيها وعجبتني في الاستخدام وعملت منها افكار كتير. هبقى انزل لكم منها فيديو بعض الافكار وان شاء الله نقدر ننفذها مع بعض قريب. ده الجزء بقى بتاع الشنطة الصغيرة او اللي يعتبر بوك
لأي ست عامة بيبقى بتشيل التليفون وبيبقى فيه مساحة للمفاتيح، ولو معاكي اي حاجة فلوس بسيطة او اي حاجة، كل ده بيقدر البوك ده يساعدك ان انت برضو تستخدمي، وبيبقى اشيك كمان لما بيبقى معاكي الشنطة والبوك من نفس الشكل. بالنسبة للجزء هنا برضو بركب نفس الفكرة فيه بحيث ان انا اعمل له يد. انا دايما بحب اشتغل الشغل ده كله بنفس الجلد بتاع الشغل زي ما اتفقنا، وفي نفس الوقت الجزء بتاع اليد اللي هيتركب هيبقى من نفس الخامة برضو، لان ده انسب حاجة للجزء ده. كنت حابة اعمل معاكم برضو الفكرة دي، بس لحاجة مساحة اكبر شوية ويتعمل لها اليد كاملة ان شاء الله برضو مع بعض. بتمنى يكون الفكرة واضحة. هنا برضو الجزء بتاع البطانة والسوستة زي ما اتفقنا ان هو من حاجات انا فكاها من عندي. انت ممكن برضو تقدري تعملي كل ده، اي شنطة قديمة عندك تفكي اللي فيها وتبتدي ان انت تعيدي تدويره وتطلعي منه افكار جميلة جدا. ما تربطوش يا جماعة تنفيذ الفكرة على شيء معين او على حاجة انا مستخدماها في الفيديو. انت كمان لو دورتي حواليكي في البيت عندك هتلاقي حاجات كتير انت ما بتستخدميهاش وما بتحاوليش تعيدي تدويرها او كده، وهتلاقي ان انت تقدري ممكن تطلعي منها افكار وتستفيدي منها. صدقيني هي الفكرة كلها في انك تشوفي اللي قدامك ده بدل ما هو ايه تقدري تطلعي منه ايه حاجة تانية خالص. ما تفكريش بطريقة تقليدية، لا فكري بطريقة خارج الصندوق زي ما بيقولوا. هتلاقي بتطلعي افكار كتير وحاجات كتير تقدري ان انت من خلالها تطلعي شيء مفيد وصالح للي حواليكي والنفسك. يبقى يكون وبكده يكون معانا الشنطة الصغيرة دي تكون جاهزة زي ما انتم شايفين. هنبتدي نقفل الجزء بتاع البطانة، وكمان هيبقى معانا كده الفاضل الجزء بتاع اليد بتاع الشنطة الصغيرة. بتمنى يكون الفكرة واضحة، وبتمنى الفيديو يكون مفيد وتقدروا تستفادوا منه وياريت لو حد يقدر يطبق من الأفكار دي. الجزء ده طبعا بتاع اليد اللي احنا هنعملها. كل الحاجات دي احنا فكينها طبعا من الشنطة. صدقوني الحاجات دي حتى لو هتشتريها جديدة من مستلزمات الخياطة عمرك ما هتلاقي نفس الخامة دي ولا الكواليتي اللي انت هتبقي فكاه من شنطة تكون نظيفة موجودة عندي. الفيديو بقى لحد هنا هيكون انتهى، لان التصوير للاسف ما كملش معايا للاخر. بتمنى الفكرة تكون وصلتكم، وبتمنى تعجبكم الفكرة وتستفادوا منها وتشاركوها مع اصحابكم. ولو عجبكم الفيديو ياريت تدعمونا بلايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.